في علاقات احنا عارفين انها بتوجعنا، عارفين اننا بنتعب بعدها واننا مش مرتاحين فيها وان في حاجة مش مظبوطة، بس بنرجع للكلام، بنرجع للوجود، بنرجع لنفس الشخص، كأن في حاجة جوانا مش قادرة تسيب. مش ضعف ومش لأننا مش فاهمين، لكن لأن جزء فينا لسه متعلق بإحساس، بذكرى، بأمل إن كل حاجة ممكن تتغير. النهاردة هنتكلم عن التعلق مش كحب لكن كوجع بيتكرر، وليه أوقات بنفضل ماسكين في حاجة واضح إنها بتكسرنا. يعني إيه تعلق؟ التعلق مش دايما بيكون حب، أوقات بيكون خوف من الوحدة، احتياج للاهتمام، تعود، أمل إن الشخص ممكن يتغير، إحساس بالأمان حتى لو مؤذي. يعني بتمسك بالإحساس مش بالشخص نفسه. طب ليه بنفضل رغم الأذى؟ لأننا ممكن نكون شفنا جانب حلو، لحظات حلوة بتخلينا نقول يمكن يرجع زي الأول، أو ممكن لأننا خايفين نبدأ من جديد. بدايات أحيانا بتكون مرعبة لأننا بنستحمل زيادة، بنقول عادي هتعدي ومفيش حد كامل، لأننا رابطين قيمتنا بالشخص، لو مشى نحس إننا اتسبنا والعيب فينا. مش بنفهم إن العلاقة هي اللي انتهت مش إحنا. زي كده علاقة فيها تجاهل، تستنى رسالة وتبرر الغياب، حد بيرجع ويبعد، يقرب شوية ويختفي شوية، وانت متعلق بكل مرة يرجع فيها. حد بيقلل منك، كلام يوجع، وتلاقي نفسك بتقول بس هو طيب أوقات. طب ممكن نعمل ايه؟ اسأل نفسك، هو أنا مرتاح ولا متعود ولا خايف؟ فرق بين الأمل والواقع. مش كل اللي نتمنى إنه يحصل هيحصل. رجع نفسك لنفسك، بدل ما تراقب الشخص ابدأ ركز على نفسك. خفف التواجد تدريجيا، مش لازم قرار مفاجئ. ابدأ قلل وخد مسافة. افتكر إن الوجع مش حب، اللي بيأذيك باستمرار دي مش علاقة صحية. التمسك مش دايما قوة، أوقات القوة الحقيقية إنك تسيب. لو لسه متعلق رغم الأذى ما تلومش نفسك، انت مش ضعيف، انت بس حبيت بصدق، لكن الصدق مش معناه تفضل في وجع. في علاقات بتعلمنا وفي علاقات لازم نسيبها عشان نعرف نكمل. اختار نفسك حتى لو كان القرار صعب، لأنك تستحق علاقة تطبطب عليك مش تكسرك. طب شكل العلاقات الصحية دي بيبقى عامل ازاي؟ العلاقات الصحية مش بتبقى مثالية 100%، لأن ببساطة مفيش حد كامل، بس بيبقى فيها راحة. مش لازم تبقى من غير مشاكل، لكن المشاكل فيها بتتحل مش بتكرر نفس الألم. علامات العلاقة السليمة دي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتلاقي فيها أمان، تحس كده انك على طبيعتك، مش محتاج تمثل ولا بتخاف تقول اللي جواك. فيها احترام، اختلافكم ما بيتحولش لإهانة، مفيش تقليل، مفيش تكسير، مفيش لعب على مشاعرك. بيبقى فيها وضوح، مفيش غموض مستمر. الشخص واضح في مشاعره، واضح في وجوده، واضح في نواياه.
بيبقى فيها توازن، مش طرف بيدي طول الوقت والتاني بياخد. هي علاقة هات وخد، فيها اهتمام متبادل، فيها استقرار، مش كل يوم شكل، مش يوم قريب و10 بعيد. في ثبات بيطمن، فيها دعم، في وقت تعبك تلاقيه. مش لازم يحل كل حاجة، بس يكون موجود على الأقل، وتلاقي حد يسمعك ويطمنك ولو بكلمة. فيها نمو، العلاقة بتساعدك تبقى أحسن مش تقلل منك، تحس كده إنك بتكبر مش بتتعب. العلاقات المؤذية بتلاقي نفسك كده بتستنى، بتبرر، بتتوجع، بتشك في نفسك. إنما العلاقات الصحية بتلاقي نفسك بتحس، بتتكلم، بتطمن، بتكون على طبيعتك. الحب مش المفروض يوجعك بشكل مستمر، الحب المفروض يطبطب عليك. وانت بتفكر تمشي أو تفضل، اسأل نفسك: أنا في علاقة بتشبه الكلام ده، ولا أنا متمسك بحاجة أقل من اللي استحقه؟ وانت بتفكر تمشي أو تفضل، ما تبصش بس على اللي حسيته في الأول، بص على اللي انت عايشه دلوقتي. مش كل تعلق اسمه حب، ومش كل وجع لازم نستحمله علشان نحافظ على حد. العلاقة اللي تستهلك هي اللي تحسسك بالأمان مش القلق، بالراحة مش الضغط، تحسسك بنفسك مش إنك نسخة معدلة علشان ترضي بيها حد. ولو لسه متعلق رغم الأذى، خدها واحدة واحدة، مش لازم قرار كبير النهاردة، بس خليك صادق مع نفسك. قلبك مش المفروض يعيش في حرب مستمرة، قلبك يستحق مكان هادي في تقدير ووضوح وراحة. اختار نفسك حتى لو هتعمل ده لأول مرة، يمكن دي البداية الحقيقية لأي حاجة صح جاية في حياتك. أشوفكم في الحلقة الجاية، وخلي قلبك مع اللي يطبطب عليه مش اللي يوجعه.